كمواطنين ديال مدينه السطات يمكننا نديروا المعارضه، نديروا المعارضه البناءه، المعارضه الناصحه، المعارضه اللي ترفع من قيمه هذه المدينه. وهذا الشيء منذ زمان كنا كنديروه وغنبقاو نديروه سواء كنا في الأبدية وكنا في المعارضه. ولذلك بكل احترام وتقدير انا نبغي الاخوان يسمعوا، لان هذه المشاريع المتعثره شكرا للاخوان الاخرى فعلا. وكما تفضلوا مع الاخوان في المكتب الموسميه انه ما كاينش غير هذه المشاريع المتعثره، كاين مجموعه ديال المشاريع المتعثره. وهذا كيدل بان حتى الاجتماع ديال المكتب الموسميه ما كتناقش فيه، وان كان مناقشه المكتب الموسميه ما خصهاش يعني الاخوان يطرحوا اثناء الاجتماع ديال الدوره. ولذلك انا كنقول اليوم كاينه واحد المجموعه ديال المشاريع هي فعلا متعثره، ولكن في البدايه بغي مشروع المكتب الموسميه اعلان الانجازات عندها على مستوى انجاز الطرقات هذه نتممها ونباركها وعندنا فيها ادنى مشكل. عندنا فيها جوج ديال الملاحظات بسيطه. الملاحظه الاولى هو ما كاينش عداله ترابيه، يعني كتمشي واحد الحي معين كتبقاو تشتغلوا فيه دون ان يعني تعطوا اهميه لبعض الاحياء الخاصه بالاحياء الشعبيه. المساله الثانيه قضيه الصغر كراسي ركري، حنا كنقولوا هذا ماشي كنقولوه من اجل نزيدوا على قضيتنا ولا يعني هذا خصنا عندنا رؤيه ولا عندنا استراتيجيه للمستقبل ديال المدينه. السوق الاسبوعي ما بقاش بلاصتنا، حنا بنينا تحت الجوار ديالو. بالتالي كانت مجهودات على اساس ان دارت الاستراتيجيه الامريكيه باش السوق يخرج من هذا المكان، وهذا المكان ديالو استثمار في حوايج اخرى. هذه امور ايجابيه تحتاج الى نقاش، تحتاج الى رؤيه اللي هي ثاقبه، وبالتالي الراي السليم هو اللي ناخذه ونمشي به. وكذا هذه ديننا ماشي شي حاجه. انا استحضار هذاك التماسك والتضامن ديال الشعب المغربي في هذه الفاجعه ديال الزلزال، هذه تخلينا نضمنوا حتى قضيتنا. واش كنا الاغلبيه من شي قاره اخرى؟ لا، الاغلبيه من المعارض حنا مدينه واحده كنتكلموا بلغه واحده. الهم ديالنا هو مصلحه المدينه. وانا نقول لكم راه يمكن نقول لكم كلام هنا اللي يعجبكم وتفرحوا به وكذا ما تحبوش، ونقول لكم كاين اليوم صحه على التدبير ديال الكيس. وانا نقول علاش المسائل هي ايجابيه ونصدقوا لها، ولكن المسائل كتخص الصدر وخصكم تاخذوا بالكم، خصكم تاخذوا بالكم. برنامج التنميه الحضريه دار مجموعه ديال الانجازات، ولكن الانجازات الرئيسيه تاعها برنامج التنميه الحضريه. دابا حنا في الطرف الحضري. لا اسمي المشاريع المتعثره استظهر المشكل هو هذا. لا واسمحليه واسمحليه واش كتكلموا على المشاريع المتعثره؟ واش كتكلموا على المشاريع المتعثره؟ هي اللي كنهضروا عليها دابا. وعلاش كنهضر عليها؟ ولا دابا بديتي كتهضر على السوق، بديتي كتهضر على الطرق، هذا المجال التنميه الحضريه المشاريع المتعثره. كاين مجموعه ديال المشاريع المتعثره في اطار التنميه الحضريه في مدينه السطات. من هذه المشاريع هذو كاين مجموعه ديال الحدائق، كاين الحديقه ديال الكنال، كاين الشطر الثاني ديال الحديقه ديال الخير مجمع الخير، كتجي راه كاين هذا الشيء هذا هو واقفين الاراده. وكاين الحديقه ديال المبروكه حتى هي واقفه. انا درت مقدمه باش ما تبقاش قاطعني، خليني نكمل. راه هذا اليوم راه حتى واحد من عنده وصيه على الاخر اللي يتكلم هذه وما يتكلمش فيها، غادي يكون واضح. اليوم عندنا الحق غير في التداول، انا كنجيو للدوله بغيتي تسمع لينا سمع لينا، بغيتي تاخذ بالراي ديالك خذ لي، لو بغيتي تاخذ بالراي لا غير كنقول لك علاش تولي تكلم من الصوت. المساله الاخرى اتفاقيه كانت مع التجهيز والنقل اللوجستي، فيها اعتماد مالي ديال هذا المليون ديال الذهب. لا فين هي؟ انا كنشوف الاخوان كيبغيو 48 مليون 50 مليون ديال الشباب يعني الحقوق العمودي، في حين انا كنا 40 مليون ديال الدرهم. اتفاقيه موقعه، اعتماد مالي كاين، سي بي اس كان موجود، جات كورونا وقفات. في اطار برنامج التنميه الحضريه كتير هذا الشيء كانت 12 حديقه اخرى مبرمجه، ليمونه وكنال والقصر وفي الشيخ وفي حي سيدي عبدين. فين المآلي؟ ما فيناش. الملاعب جوج ملاعب اللي هما مبرمجين في الارض بانفاس الشاويه، زائد الموافقه المبدئيه ديال القاع المخطط. بالاضافه الى ذلك الاتفاقيه اللي كنا بدايه المجلس ثم باش نشرفوا عليها. فين المآلي؟ دوزنا سنتين حتى هو مشروع متعثر واقف. وهذا الشيء اللي المحافظ ديالنا كيداني، ولكن لا تاخذ بعين الاعتبار. النافورات معطله ما تمديرش التدبير من نهار الانتخابات معطله ديال العيون ديال العون. هذه في البلديه ثلاثه، جوج قدام البلديه وحده هي وسط البلديه وديال خزانه البلديه كلهم معطلين. مابقاش البلديه كاع ولا يعني المواطن يعني عادي عنده انه واحد النافورات ما يخرجش. المساله الاخرى
بالنسبه للمشكل ديال النظافه ما يمكنناش نحكموا على هذا الشيء لان الله جات صراحه هو شيء ديال الوقت ولكن كاين اشكالات اللي هي كارثه. اولا هذا الشيء في البدايه لم تلتزم بتلك الشروط التحمل، مازال ما جابش هذوك العمال 17 ميزانيه على قلتهم مازال ما تصحوش في العمليه. المساله الثانيه الشركه السابقه هزات لي زوجات مشات في علاجها، هذا كيتسمى الانشاء ديال الوتور. خصنا نرجعوا للجماعه والجماعه خصها تكون حريصه على انهم يهزوا هذا، خاصهم يبقاو في الجماعه. غيقول لي غادي نمشيو مع المحكمه شرعا علاش ماشي هما اللي يمشيو للمحكمه، وحنا نشدوا لي زوجات ديالنا وخليهم هما يمشيو للمحكمه. المساله الاخرى هي الرمي ديال بقايا البناء. شفت على 16 شهور التحملات قلنا راه هذه الشركه ما بديتش هذا العمل. بالله عليك اصدر اسم الانساني طوموبيلتك وسير شوف مورا لابور ديال الحسب التالي ولا مطرح ديال اللي رمي النفايات الصنبع ولا رمي النفايات البقايا ديال البناء والمدينه كلها ولات مطرح يعني مفتوح ديال ثم كاين مطرح عمومي المراقبه. مطرح عمومي المراقبه هذا واحد الاداء كبير ديال الناس دار فيه مجهودات كبيره جدا وصل للمرحله النهائيه ديال انه يوصل 6 باش تفسح الأضرحة باش توصل وقت جات هذه المؤسسة هذه ولا اجتماع واحد السيد المراقبة شارك في المقالات ديالو وأنا متفق معاه لأن اليوم حتى الصلاحية ديال المؤسسة ما بقاش لأن القانون ما كتديرش المؤسسة الاجتماع ديالها داخل سنة وتعد عليه فاهم وبالتالي هذا بالذات الحالة اللي خصنا نحطوا عليه وهذا المشكل ديال المراقبة قررت عندي فيه المشاكل ما تقراش اصلا ديال الشخصية والناس كتخدم بالمزاج ديالها حتى واحد ما كيقول لها وانا ناقش شوارع معايا شوفوا اللي الديكرادور اكثر من 70% وملي دار الاصلاح ديالو عاد تكون عاود تسقط فيه لان القانون اذا فات 25% ديال الديكراداسيون تتعاود الشارع كله لان ما يمكنش انا تحل لي الزفت وتجي ترفعوا عليا واللي يجي الشتات ويجي والجماعه هي اللي يولي راسك هذا الشيء. المساله الاخرى هو القطاعات المتقرره ديال المال وانا نقول يعني نستنكر يعني هذا العناد هذا ديال المرافق وهذا التعامل ديالهم مع المواطنين وهذا للاسف النتائج الجماعه كتبناه لان الجماعه هي مشرفه على هذا القطاع عطات تطوير المرافق خاصها تتابع. اليوم حنا كنحاولوا نمثلوا واحد المساله اللي خطيره هو ان المواطن ما بقاش يتيح في المؤسسات الرسميه. اليوم كديري لنا بيان ولا بلاغ كتقول لك الماء غادي يبقى مع 6 العشيه ديال يوم 6 مثلا وغادي يرجع مع 6 الصباح فاذا دائما كيرجع حتى ل 12 الليل ديال الليله الاخرى. هذا عبث إلا دارت هذه البيان ديالها ودونات الأوراق ديالها خصك تلتزم به. وإلا بغيتم كنمارسوا واحد القضية اللي خطيرة وخطيرة جدا وهو ثقة المواطن في المؤسسات الرسمية. ملي تقريبا لا نقولوا غادي يجينا مع 6 العشية واليوم ما يجيش هذا ما بقاش كيضروا المؤسسة الرسمية. المسألة الأخرى مقدار مزيان التعليمات ثلاث شهور متعددة لأن القرار ديال المسؤوليات خلينا سنة ونصف موجود دابا موجود من هذا المقبره راه مصيبه ولات هذا السيد الناس كيدخلوا كيجي يشكاو من تما ولا كيتخلص 500 درهم ولا 1000 درهم وما عرفوش شنو كياخذ. هذا ما نقدر نبداو تما ماشي صافي. لا المشكل ديال المقاولات حتى هو مشروع متعدد هذا تقريبا لا يزيد على 4 سنوات كان مشكل ديال البوست ديال الضوء ديال الضوء الناس اللي في الطلبه ديالهم اكثر من 4 سنوات راه مازال المشكل قاعد هذا هو مشروع متعدد. باع مسجون اختصار غير انا لو قاعد عن قراءه المهنه ولا نمشي خارج انا وانا كاين صراحه ديال الحلول الى غير باع مسجون ولات المدينه سوق مفتوح يعني في البلاد تتبدل البيئه الشرعيه والضرائب غير في القانون. لا الحيوانات الشريده غتكون شي اخذ بلا ولات كتبان سالحين في هذا ولات كتبان في الباب ديال الدار يروح الشريده تما وما كاينش في الباب ديال الدار. الكلاب الضاله الاحكام ولا الناس اللي كتمشي هذا ولاو يعني منتشرين بكثره لدرجه انا واحد السيد قال لي يا ودي شكينا تاعي وليت المشاكل اللي وليت نتعايش معاهم قال لي وليت كنتقدر مع الدراري واش خصو الوليد ديالو باش ما يعرفش يجي واحد الثاني واحد غادي الكلاب دابا غتكون باش يجي ساعه واحد 3 ايام ولا 4 ايام ما يزيد على 200 كلب كلها تحيت انت اللي تيجي تعمل بلجيكيه راه ما يزيد 12 مراسله اللي داروا لي بالبرد كيتكلموا على القضيه ديال حنا كنتكلموش على القضيه ديالهم كنتكلموا على الجهل ديالهم ووضعهم بحاجه لحد اليوم الموجودين راه كنا كنهزهم بطريقه جديده لا الاماره العموميه
الإنارة العمومية حتى حنا ديالنا هو المشاعر، ولكن هذه التيارة فيها دقات ديال الإنارة العمومية وفيها مجموعة ديال المشاكل، بالتالي خص يكون مشروع متكامل. هادشي راه مدينة وإضافة لهذه الصفات التي نادت باش دير دراسة على مدينة الصباح باش يمكن فيه هذا المشروع المتكامل. أنا غادي نحتفل واحد الحاجة ديال مصطفى وغنعطيكم الصراحة ديالي اللي غادي تاخذوا. أولا الجماعة ولا المالية ديال الجماعة اليوم هي عصب الحياة وهي يمكن دير مجموعة ديال الإنجازات ومجموعة ديال المشاكل. أنا كنقول التصور ديالي التجربة المتواضعة ديالي أنا كنقول ميزانية الجماعة اليوم خطأ، وأنا اليوم كنطبقها خطأ ونعطي ثلاثة مؤشرات. المؤشر الأول هو المصاريف، هذا واحد المنحى تصاعدي كبير جدا في حين أن الائتمانات المالية مستقرة، إن لم أقل هذا واحد المنحى اللي هو تنازلي. نقول ثلاثة ديال المؤشرات. أولا كاين المستحقات ديال الشركة ديال النظام ارتفعت من مليار 2 مليار و400. عندنا مصاريف ديال الموظفين، ملي كنقولوا الموظفين كاين ترقيات، كاين زيادات وما يرتبط بها من صناديق السماء والفلوس الى غير ذلك. ثم كاين الإعارة العمومية اللي كنتكلموا فيها، اللي كنتكلموا على شوية ديال الإعارة العمومية اللي كنت أنا كنشري ديال الذهب ارتفعت من مليار و400. المرة دابا التلفزيون ديال الأول شحال وصلوا؟ مليار و600. هاد الأمور هذه كل المقابل ديالها إذا ما كانش استثنائي، لأن الأكثرية ديال المصاريف الأخرى إذا ما كانش دعم استثنائي سنوي، إذا ما كانش تعديل ديال القرار الجمالي راه غادي نوصلوا لهذا المستوى المالي. ولذلك هذا الطرح ديال النقاط على الأهمية ديالها، ونأكد بأن مثل هذه النقاط راه كيطرح الضرورة باش تحل المشاكل في الدورة. عمر المشكل يتحل في الدورة، مش بالضبط بالعكس يتوقف المشكل في الدورة. ولكن أنا أقترح كاين واحد اللجنة ديال وحدة محلية ديال هذا المجلس هذا جميع المكونات ديالو ونشتغلوا على الاتجاهات اللي هي فعلا متعثرة واللي المواطن في حاجة إليها. كاينة مجموعة ديال الأفكار، كاينة مجموعة ديال مشاريع الحلول باش يمكن نتقاسموها جميعا. أنا كنتوقع حتى واحد ما يستطيع حتى شي واحد باش يمكن نتحلوها. أما إلا كنا غادي نجيو غادي نضربوا بالدورة ونعرفوا التقشف ونجمعوا باقي ونمشيو شحال حتى أقول قولي قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع صحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا جيم.